ولكن النواصب، وأرجو أن يفهم كلامي جيدا حتى لا يعمم على كل المخالفين، وإن كان الدليل الذي سأذكره الآن ظاهره أنه يعمم على كل مخالف، ولكن أنا لا ألتزم بذلك. أنا أحمل هذا النص الذي بأيدينا الآن أحمله على الناصب ولا أحمله على مطلق المخالف. النواصب فحتما يبتلون بهذه الأبنة. لاحظوا ما رواه العياشي عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهما، يقول: ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته. يكون واحد من الأبالسة يكون حاضر في وقت ولادة المولود لابد. فإن علم الله أنه من شيعتنا، إن علم الله أن هذا المولود من شيعتنا، حجبه من ذلك الشيطان. الله يحجبه من ذلك الشيطان، فلا يتمكن الشيطان من أن يطعن فيه أو يؤذيه. وإن لم يكن من شيعتنا، أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأبونا. إذا لم يكن من الشيعة، الشيطان يجعل إصبعه في دبر هذا المولود حتى لما يكبر يكون مأبونا، أي يكون منكوحا. فإن كان امرأة، هذا المولود لم يكن ذكرا، فإن كان امرأة أثبت في فرجها، وضع إصبعه السبابة في فرجها فكانت فاجرة. فعند ذلك يبكي الصبي بكاء شديدا إذا هو خرج من بطن أمه. أنتم لاحظوا بعض الأطفال لما يولدون يبكون بكاء اعتياديا، البعض الآخر يبكي بكاء شديدا ويتواصل ويكون واضحا. هذا اعلم أنه بسبب الشيطان على ما نطقت به هذه الرواية. فعند ذلك يبكي الصبي بكاء شديدا إذا هو خرج من بطن أمه، والله بعد ذلك يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي أنه لو افترضنا أن الشيطان فعل هذا في هذا الذي لا يكون شيعيا، فإنه ليس ضروريا ولازما أن يكون منكوحا حينما يكبر، أو أن تكون هذه البنت تصبح فاجرة حينما تكبر. لماذا؟ لأنه قد يهتدي ويتشيع، فالله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالله عز وجل يمحو هذا الأمر عنه فلا يصاب به. هذه الرواية ظاهرها أن هذا الأمر يشمل مطلق المخالف، أي مخالف، لأن الإمام عليه السلام يقول: إن علم الله أنه من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان، وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة. ولكني كما أقول أو كما قلت لكم أحمل هذه الرواية على الناصب أو على أكابر المخالفين، يعني هذا المخالف الذي يشتد في خلافه، لأن الخلاف لأهل البيت عليهم السلام، هذه حالة المخالفة، هذه حالة مشككة تشتد وتضعف، فيها درجات ضعفا وشدة. على كل حال، إن استطعنا أن نخرج من هذه الرواية فرد المخالف العادي
فإنه لا يسعنا أن نخرج الناصب أو الناصبية، لا يمكن. فلا شك إذن أن عمر بن الخطاب، وهو من أصدق مصاديق الناصب، لا خلاف على ذلك، أنه هو ماذا؟ سيد النواصب أصلا، إمام النواصب. لا شك أنه حينما ولد أثبت الشيطان في دبره إصبعه السبابة وصار بذلك مأبونا. ثم عائشة بنت أبي بكر التي هي أيضا أصدق مصاديق الناصبيات، ليس هنالك ناصبية أشد نصبا من عائشة. ليس هنالك امرأة في التاريخ كله كانت أكثر عداء للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل بيته الطاهرين عليهم السلام من عائشة الحميراء. لا شك أيضا أن هذه المرأة حينما ولدت، بناء على ما قاله الإمام الصادق عليه السلام، أثبت الشيطان إصبعه السبابة في فرجها فصارت ماذا؟ فاجرة. يقول الإمام عليه السلام: إن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأبونا، فإن كان امرأة أثبت في فرجها فكانت فاجرة. هذا رد على بعض الذين يتوهمون أن قولنا بفجور عائشة بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون هو كلام مردود، وليس مردودا. ليس مردودا حتى لو تمسكنا بهذه الرواية العامة التي تقول كل من تكون فيها هذه الصفة، العداء لأهل البيت عليهم السلام أو حتى المخالفة لأهل البيت، تكون فاجرة. فكيف لو كانت بحوزتنا أدلة خاصة في شأن عائشة لا أدلة عامة؟ أعيد قولي، أقول إن المؤمن لو تمسك بهذه الرواية وقال ثبت عندي أن عائشة فاجرة، فقيل له ما حجتك؟ قال قول الإمام الصادق عليه السلام، فإنه لا يلام، لأنه وإن تمسك بهذه الرواية التي ليس فيها التخصيص بعائشة، لكن هو متمسك بهذا العموم الذي لا تخرج منه عائشة لا محالة، لا تخرج منه. فكيف إذا كان متمسكا بأدلة خاصة وردت في شأن عائشة عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، وحفت بها القرائن والمعضدات حتى مما روي من مصادر وطرق أهل الخلاف؟ حين ذاك لا يكون هنالك ريب في أن عائشة قد فجرت، مع قطع النظر عن التفاصيل. ومن أراد الاستزادة في ذلك فما عليه إلا الرجوع إلى كتاب الفاحشة، فإنه إن شاء الله ينال بغيته هناك.